ورغبة في أداء مهمة ورسالة كبيرة، وإلا لا يعني لا تستحق يستحق المجازفة. نعم. أنا غازي عودة على السؤال اللي قلت لكم أختلف وياكم فيه. هل خالد قال رأيه في الكتاب أم لا؟ أنا أعتقد بأنه خالد قال رأيه، بس يعني احنا علشان نستنبط رأي خالد أعتقد بأن احنا بحاجة إلى أن يعني ننفذ إلى طريقة خالد في تناول الموضوع، بعد أن يعني أوغلنا كثيرا في نقاش الموضوع نفسه، موضوع التبشير. ولكن الجانب الآخر من الكتاب هو كمؤلف، يعني هو مؤلف ومؤلف، هنالك موضوع وهنالك مؤلف حاول أن يقرأ هذا الموضوع. أعتقد بأن رأي خالد يلتمس من خلال معرفة جملة من النقاط. أولا، ما هو مدخل خالد للموضوع؟ أنا أعتقد بأن هذا ليس كتابا في التاريخ، وخالد لا يدعي وينفي عن نفسه صفة أنه هو مؤرخ بالمعنى الحرفي أو الأكاديمي للمؤرخ، هذا واحد. خالد لم يكن مدخله أنثروبولوجيا للموضوع، بمعنى العلاقة بين عقلية وعقلية أخرى وكذا وكيف يدخلون. خالد خلفيته الموضوعية مع عشقه للتاريخ، خلفيته هو هذه الكتابة الصحفية، وأسلوبه في الكتابة، مقومات الأسلوبية وخواص دلوفه إلى الموضوع تتحدد من خلال مواصفات خاصة. إذا يعني استشعرنا هذه المواصفات سنستطيع أن ننفذ إلى كيف قال خالد رأيه في الكتاب. أنا أعتقد خالد في مرة من المرات، يمكن جلال عيسى تكلم مرة عن كتاب من كتاباتك أو صلاح عيسى، كان في عمود من الأعمدة تطرق لا أدري إلى صدمة الاحتكاك أو لعله القوافل أو كذا، فكان يلمح إلى خصيصة أسلوبية معينة عند خالد. أنا أوافقه الرأي، أعتقد بأن خالد كتابته قوتها وتميزها واختلافها يتميز في حس الالتقاط عند خالد. خالد كتب كتابين، اثنينهم أخذهم من التقارير اللي كانت منشورة في المجلة نقلة عريبيا أظن اسمها، اللي أخذت منها أيضا زبيدة شكناني وآخرون. ما الذي التقطه خالد في حالة الكتاب الأول؟ ما الذي التقطه في حالة الكتاب الثاني؟ ولماذا هذه الالتقاطات بالتحديد؟ إذا عرفنا ما الذي يحكم التقاطات خالد سنعرف بشكل غير مباشر جانب من الجوانب اللي يتخفى وراءها رأيه كمؤلف في الكتاب. هذا جانب. الجانب الآخر، خالد لا يعنى بالتاريخ يعني تاريخ بآلة تعريف، تاريخ كبير. خالد يعنى بأنه يستل من التاريخ حكاية بسيطة ويبتدي يلعب على نسج هذه الحكاية وصوغ هذه الحكاية، ومن خلال الصوغ هذه، عملية الصوغ هذه تتبدى لمسات خالد الخفية في قول رأيه. هو لا يقول رأيه بشكل مباشر، هو دائما يقول رأيه بشكل موارب. يعني هل تنقص الشجاعة فيه؟ لا هذه خصيصة أسلوبية، لا ليست مسألة أخلاقية، ليس لها علاقة بالشجاعة بالتأكيد. خالد يقول رأيه من خلال العناوين. أنا أعرف بأن خالد قبل صدمة الاحتكاك جاهد كثيرا وبذل جهدا جهيدا في سبيل أن يكون الكتاب اللي قبله كان يبي يسميه خيل إبليس، ووقفت عوامل موضوعية متعددة دون أن تكون هذه التسمية هي عنوان الكتاب، وطلع باسم القوافل، ثم اختار هنا صدمة الاحتكاك. وفي كتب أخرى كان يختار عناوين، ليس في كتب أخرى، ليست عناوين الكتب فقط، عناوين المقالات التي ينشرها، كل تقرير ينشره يختار له عنوان معين. من هذه العناوين إذا حطيناها في سلسلة كذي وجلسنا نفكر شلون خالد يدلف إلى قول راية في الموضوع، تجد بأن هذه العناوين تنطوي على رأي للمؤلف. في مرحلة التحضير الدكتور علي كان يتحدث عن فكرة أنا أوافقه الرأي فيها كثيرا. أحيانا قد يكون من المجدي أن لا تناقش كتاب واحد لمؤلف واحد، يمكن تأخذ المؤلف في منظومة كتبه لكي تعرف شيئا عن هذا المؤلف وطريقته في تناول موضوعاته وطريقته في دس رأيه، لأن مسألة الرأي أنا أعتقد أن فيه لؤم بالمعنى الجميل. يعني أنت مو مفترض فيك كمؤلف دائما أن يعني تقول رأيك بشفافية مطلقة أو كذا، ولكن أنت في نوع من الصراع مع القارئ بالمعنى الإيجابي، فأنت تحاول أن تفرض هذا الرأي بطرق مختلفة وبوسائل متغايرة. كان يقول رأيه
بخصائصه الاسلوبيه، لا لسبب اخلاقي انه يختار الهروب الموارد كذا، ولكن يمكن مثل ما اشارت عصمه الاسلوب الصحفي يلعب دور في جانب، يمكن اعترافه بانه لا يقارب الموضوع من زاويه تاريخيه بحته او من زاويه انثروبولوجيه بحته له دور في الموضوع. نسمع رايك خالد. والله الأخ محمد يعني ما قصر صراحة، يعني في وايد في قراءة أفكار، يعني فعلا نفس الكلام اللي يقوله أنا يعني قمت فيه. بس أنا يعني أبي أعلق على نقطة اللي هي مسألة الكتابة التاريخية. يعني أنا دائما أقول يعني في كل الكتب اللي يعني طلعتها أو اللي بطلعها أن أنا ما أبحث عن مثلا مهنة أني أكون مؤرخ، لأن هذه يعني شرف لا أدعيه ولا يعني موضوع أطمح له. أنا بصراحة يعني أكتب التاريخ. أنا جئت للتاريخ من الصحافة، فيعني قلت أن أنا يعني لما ببتدي أكتب في التاريخ فلازم أكتب في شيء جديد ولا ما بكتب. يعني أنا ما بصير أكاديمي ولا مؤرخ ولا باحث بالمفهوم اللي احنا قاعدين نشوفه. لما أنا أقرأ أكوام الكتب الموجودة عن التاريخ، سواء تاريخ المنطقة أو تاريخ المنطقة العربية، لا أجد فيها مثلا نصوص تستفزني أنني أقرأ. لا يوجد فيها أي عنصر من عناصر التشويق والإثارة والمتعة وذي. أنا في رأيي يعني لما جئت أني أنا بكتب في التاريخ قلت أنا لازم أكتبه بطريقة مختلفة، يعني أو أحاول، يعني أنا ما أدعي أن الكتابة ذي. أنا لاحظت أن في كتابات عربية تكتب التاريخ بطريقة مختلفة. أنا طبعا هذه طريقتي. أنا يعني الآن في حصل مجموعة انتقادات طبعا أن أنت يعني هل وين المصادر، وين ما أدري شنو كذا. في أشياء يعني تطرح لي، أنا أحس أن دائما الناس تركز على الأشياء الشكلية دائما، يعني ما يبحث في النصوص الذي، ما يبحث في الكتاب نفسه، ما يبحث في المعلومات، يبحث لك في الأشياء الذي. يعني مثلا يفتح الكتاب يشوف لك، يعني أنا مرة شفت كتاب مثلا في التاريخ يمكن حوالي 180 صفحة، في حوالي 70 صفحة مصادر ومراجع وما أدري شنو. طيب شو في الكتاب؟ والباقي فقرات مجمعة، فقرات على أساس أنه يشتغل، على أساس أنه هاي البحث العلمي أو الأكاديمي أو الذي. طيب أنا لما أكتبها بالطريقة شنو، أن المصدر أخليه داخل الموضوع، فيقول لك لا لازم تلتزم بالذي. طيب أنا قلت أن أنا مو مؤرخ، هاي مو مهمتي، هذه كتابة تاريخية مختلفة، يعني لك أنت تقبلها كما تشاء وكما تشوفها، ولكن أنت لا تقبلها. يعني واحد يقول لي أنا أقدر أخذها مصدر، أقول له والله أنت تشوفها. يعني أنا ما يصير أرشحها لك أو أنا أقولها لك. يعني دائما الكتابة الجديدة دائما تواجه بالشك والريبة. يعني على فكرة خالد، مثل هذه الاتجاهات اليوم دخلت الأكاديمية نفسها. يعني هايدن وايت في أمريكا لما يدخل مدخل من التفكيك على التاريخ، يتعامل مع التاريخ مفتت. اليوتار في اتجاهات ما بعد الحداثة يقول لك التاريخ هو هذه الحكاية الصغيرة، الجزر اللي ممكن. جميل. أنا أيضا عندي نقطة وايد مهمة، اللي هو أن يعني التاريخ من وجهة نظر أخرى. أنا ما أقصد أن مثلا لما تكون رسمية فأنا أجيبها الناحية الشعبية، لا. مثل ما أنت تفضلت أخ محمد، أن أنا أخذ التفاصيل التاريخ المهملة، الجوانب التي لم يقرأها الباحثين وأهملها مثلا الأكاديميين ولم يقرأها الدكاترة، أنا أخذها. يعني أنا ممكن أن منزل اللي سكن في صموئيل زويمر في المنامة، هذا البيت ممكن يكون مدخل إلى كتاب كامل. هذا البيت، يعني البيت نفسه ممكن روايته. يعني هذه مثلا البيت لا يستطيع المؤرخ مثلا أنه يقول لك هاي مو بالقصة. يعني أنا لازم أقول لا، هذه مبشر وهذه أهدافه كذا وهذه كذا. البيت اللي هو سكن فيه، الشارع اللي أقام فيه، نوع الثياب اللي لبسها، الوسيلة المواصلات اللي جاء فيها من البحرين، هذه كلها غير مهمة. أنا على عكسه، أنا أرى أن هي جدا مهمة، وأنا في رأيي أن هاي بالعكس هي المهمة أكثر من هذه. لأن
هذه كان أعتبرها عناوين، أنا اللي أبيه التفاصيل. لما أنا أقول له ثياب أوصفها له، معناته أنا أوصف له يعني خلينا نقول المرحلة التاريخية اللي كان فيها عن طريق الثياب. أنا في رأيي أن هاي تكون مهمة أكثر تشويقا من أنا أوصف له مثلا الوضع السياسي. طيب هو يعرف الوضع السياسي، أنا ما بحس أجيب له شيء جديد. الجديد اللي أجيب له اللي هو الوجهة أو الصورة الأخرى من التاريخ. أنا عجبني كتاب خالد لما قرأته، حسيت أن خالد قال راية في اختيار المادة ذي، هي راي. نعم. أولا، ثانيا عجبني أنه هو ما قال راية، ترك لي هذه المادة أنا أقول رأيي كامل، جاب لي الحكايات والقصص يعني. ويمكن هذا هو الأجمل يعني أنا أشوف هي إنه تصر على الاختلاف مع الأخ محمد، ما في فائدة. يعني أنا أشوف إنه أحسن إنه ما قال لي راية. نعم. حلوة المادة، أقراها بروحي، شلون جو هؤلاء المبشرين، شلون المبشرين شلون شافوا المنطقة، كيف تعاملوا مع الأهالي، وصف المكان، يتركه بدون ما حرف يقول فيه. نعم. كعادة خالد حتى في أعمدة الصحفية أحيانا في الصحيفة، وهذا اللي يقولون الناس عنه حلو، نوع من الكتابة جميل يعني. نعم. اسمحوا لي في ختام هذه الحلقة، أدركنا الوقت وانتهى، لكن هناك سؤال أكيد أنه هو يتعلق أستاذ خالد بصدمة الاحتكاك. سؤال للدكتور علي فخرو، يعني في ظل دراستنا وحوارنا حول صدمة الاحتكاك وحكايات الإرساليات الأمريكية أو الإرسال الأمريكي إلى الخليج، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات بين الشرق العربي المسلم والغرب الأوروبي والأمريكي في ظل نظام العولمة الذي يسعى إلى فرض ثقافة واحدة على العالم؟ أنا أعتقد أن موضوع العولمة، أنت تعلم أنه يعني الهجمة الثقافية كتبت فيها كتب كثيرة جدا. نعم. وهو موضوع يستحق فعلا أن يناقش في إحدى حلقاتك تلك. إنما هذا أنا أؤكد لك أنه لم يكن مرة أخرى، يعني أريد أن أقول يجب أن لا نقرأ أي نوع من محاولة الهيمنة إلا الهيمنة الدينية، ما عداها ليس موجود. لأن أي محاولة لقراءة أخرى بنكون يعني عم نقرأ أكثر من اللازم، وبالتالي نجعل من هذا الموضوع شيء يعني كبير وهو ليس بهذا الكبر. نعم. عموما في ختام الحلقة اسمحوا لي ضيوفنا الأعزاء أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب كتاب صدمة الاحتكاك أستاذ خالد البسام على هذا الحوار، وأيضا إلى الدكتور علي محمد فخرو وزير التربية والتعليم السابق وسفير البحرين في فرنسا السابق، وحاليا هو رئيس مجلس الأمناء بمركز البحر للدراسات والبحوث، وأيضا الأستاذة عصمة الموسوي الصحفية بجريدة الأيام، وأيضا الأستاذ محمد البنكي رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة البحرين. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من قراءة في كتاب. إلى اللقاء.